تفتكر لو فضلت ماشي على الأرض في خط مستقيم هتوصل لفين؟ هتوصل لنقطة ترجعك لنفسك ولا في حافة أو نهاية؟ في ناس بتقولك في جدار جليدي عملاق بيلف حوالين الأرض، وراه في عالم تاني، أراضي محدش يعرف عنها حاجة، يمكن فيها حضارات، يمكن كائنات، ويمكن ده يكون أصلنا الحقيقي. النهاردة هنفتح ملف من أخطر الملفات اللي محدش بيتكلم عنه بصوت عالي. إيه اللي ورا الجدار الجليدي وإحنا ليه مش مسموح لنا نشوفه؟ بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمنا باشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان نستمر. أول سؤال، هو الجدار الجليدي ده حقيقي؟ في ناس كتير بتقول إن الأرض مش كروية وإنها شبه القرص المسطح، والجدار الجليدي ده هو اللي محوط الأرض من كل اتجاه كأنه سور عملاق. الجدار ده مش صغير، ده بيوصل ارتفاعه في بعض الروايات لأكتر من 45 متر، وتقريبا مفيش حد عدى الناحية التانية منه. ليه؟ لأنه ببساطة ممنوع. في سنة 1947 حصلت عملية اسمها هاي جامب بقيادة الأدميرال الأمريكي ريتشارد بيرد. الراجل طلع بمئات الجنود وسفن وطائرات على منطقة القطب الجنوبي، وبعد ما رجع قال جملة مرعبة: أنا شفت أرض خضراء ما تنتهيش، فيها كائنات بتعيش وتقنيات متطورة جدا. وبعد التصريح ده محدش رجع سمع عنه حاجة تاني. سنة 1531 كان في خريطة فيها محيط جليدي ضخم حوالين الأرض، يعني الكلام مش جديد. في كمان خرائط يابانية واتكلم عنها ناس في التسريبات، فيها جزر تانية حوالين الأرض ورا الجدار ما كانش ليها اسم، كان مكتوب عليها أراضي غير مكتشفة. طيب ليه محدش بيروح هناك؟ معاهدة القطب الجنوبي الموقعة من كل الدول الكبرى بتمنع الدخول للمنطقة بدون إذن دولي، وبتمنع أي نشاط عسكري أو حتى بحث حر. يعني أنت ممكن تسافر للقطب الجنوبي بس مش للجدار الحقيقي. الطيارات ما تسمحش تعدي هناك، حتى صور الأقمار الصناعية بيكون فيها أجزاء مغبشة أو مش واضحة حوالين المنطقة دي. النظرية الأشهر، في أراضي تانية ورا الجدار بيقولوا عليها إكسترا لاند، قارات ضخمة ما نعرفش عنها حاجة. في ناس بتقول أصل الحضارات القديمة كان عايش هناك وتهجروا للأرض اللي احنا فيها. وفي اللي بيقول دي مش بس أراضي، دي ممالك متطورة فيها طاقة مختلفة، تكنولوجيا غريبة وكائنات مش بشرية. في وثائق مسربة بتقول إن في حضارة اسمها أريانا موجودة ورا الجدار، حضارة مسالمة لكنها متقدمة جدا وبتراقبنا من بعيد. في روايات تانية بتقول إنهم بيحموا نفسهم مننا لأننا مش مستعدين. مع تغير المناخ في كلام عن إن بعض أجزاء الجدار بدأت تدوب. لو ده حصل، هل ممكن يفتح ممر للعالم اللي ورا؟ هل إحنا هنكون مستعدين نشوفه، ولا اللي هيخرج من هناك هو اللي مش هيكون مستعد يشوفنا؟ في ناس بتسأل هو الجدار الجليدي ده حاجة طبيعية ولا متعمد؟ في نظريات بتقول إن الجدار اتبنى علشان يعزلنا عن باقي الأراضي التانية، وبيقولوا كمان إن الجدار مش بس جليد، لأ، ده فيه طبقات تحت الجليد فيها معادن غريبة ومواد مش موجودة في أي مكان تاني في الأرض. تفتكر مين اللي بنى الجدار؟ وإيه هدفه الحقيقي؟ حماية ولا سجن كبير وإحنا جواه؟ في نظريات بتقول إن الأرض اللي إحنا فيها مش كل الأرض، إحنا في ساحة صغيرة متسيطر عليها ومتراقبة ومنعزلة. ورا الجدار في نسخ تانية مننا أو حضارات بتتقدم بسرعات خارقة، لكن مش مسموح لنا نتواصل معاهم. تخيل لو إحنا بس النسخة الاختبارية، أو كأننا بنلعب في المستوى الأول ولسه في عوالم أكبر ووراها أسرار أخطر. إحنا متربيين على إن الأرض لها حدود واضحة، بس لما تكتشف إن في حاجات مش منطقية وحاجات ممنوع تعرفها وحاجات مش مسموح تروحها، لازم تسأل نفسك ليه في سور حوالينا، ومين حاطط السور ده؟ ولو عديناه هل هنكتشف الحقيقة ولا هنندم؟ لو عجبك الموضوع ما تنساش تقولي في الكومنتات تفتكر ايه اللي ورا الجدار الجليدي؟ هل في عالم تاني ولا فعلا دي نهاية الأرض؟ ولو حابب نكمل في سلسلة زي دي استعد علشان اللي جاي هيكون أغرب.